السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أتمنى أن تكونوا بألف خير. ابتهال وما أدراك ابتهال. ابتهال مهندسة مغربية متخرجة بإحدى الجامعات بالولايات المتحدة الأمريكية. ابتهال تشتغل بشركة المايكروسوفت. ابتهال انتفضت بشدة ضد هذه الشركة التي تسخر تكنولوجيا في الظلم والدمار ضد الإنسانية، وهذا ما لم تقبله هذه الشابة ابتهال المغربية. التلفزيون الجزائري نوه بما فعلته هذه بطلة ابتهال، ولكن المفارقة العجيبة في هذا التقرير الذي نشره تلفزيون الشروق الجزائري هو أنه فعلا نوه بما فعلته هذه البطلة، لكن الغريب في الأمر هو أن صاحب هذا التقرير لم يستطع أن يقول في تقريره بأن جنسية هذه البطلة هو جنسية مغربية، أو بالأحرى بأن هذه البطلة مغربية. نتابع هذا التقرير. في زمن قل فيه الصادحون بالحق وبرزت فيه لغة الصمت المذل، بزغ نجم المهندسة ابتهال أبو سعد ليضيء سماء القيم والأخلاق ويجسد قول الرسول الكريم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ابتهال الشابة التي تخرجت من جامعة هارفارد العريقة وتدرجت في سلم التكنولوجيا بشركة مايكروسوفت العملاقة لم ترضى أن يكون نجاحها المهني ستارا يخفي تواطؤ شركتها في دعم آلة الحرب الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني. في حفل بهيج بمناسبة ذكرى الخمسين لتأسيس مايكروسوفت وأمام جموع من قيادات الشركة وموظفيها، أطلقت ابتهال صرختها المدوية تقطع كلمة مدير قطاع الذكاء الاصطناعي في الشركة مصطفى سليمان، وتعلن للعالم رفضها القاطع لتسخير التكنولوجيا في خدمة الظلم والعدوان. قالت: عار عليك، شيم اون يو. بهذه الكلمات القوية بدأت ابتهال احتجاجها لتتبعها بعبارات أوضح وأشد. مايكروسوفت تبيع أسلحة الذكاء الاصطناعي للجيش الصهيوني، 50,000 شخص ماتوا، ومايكروسوفت تدعم هذه الإبادة الجماعية. لم تكن صرخة ابتهال مجرد انفعال عابر، بل كانت نتاج وعي عميق وإدراك للمسؤولية الأخلاقية التي تقع على عاتق كل فرد، خاصة العاملين في مجال التكنولوجيا. فقد كشفت التقارير أنه تم تورط مايكروسوفت في عقد ضخم مع قوات الكيان الصهيوني لتزويدها بتقنيات الذكاء الاصطناعي التي تستخدم في مراقبة الفلسطينيين واستهدافهم، وهو ما يتعارض بشكل صارح مع قيم الإنسانية والعدالة التي نشأت عليها ابتهال. موقف الشابة لم يمر مرور الكرام، بل أحدث زلزالا في أوساط الشركة وأشعل فتيل الإشادة والتأييد في العالم العربي والعالم أجمع. إعلاميون وحقوقيون ومواطنون عبروا عن فخرهم بهذه الشابة التي لم تخشى على مستقبلها المهني، وآثرت أن تكون صوت الحق والضمير في وجه الظلم والاستبداد. حتى حركة حماس أشادت بموقفها الشجاع ودعت العاملين في المؤسسات الداعمة للاحتلال إلى الاقتداء بها. ابتهال أبو سعد هذا الموقف الشجاع لم تدافع عن فلسطين فحسب، بل عن كرامة الأمة وقيمها، وأثبتت أن العلم والمعرفة لا قيمة لهما إذا لم يخدما الإنسانية ويقفا في وجه الظلم. قصة فخر لكل مسلم ونموذج يحتذى به للشباب الطموح الذي يسعى إلى تحقيق النجاح المهني مع الحفاظ على قيمه ومبادئه. ابتهال بصوتها الجريء جسدت أروع معاني الشجاعة الإنسانية، وأكدت أن الكلمة الصادقة لا تزال قادرة على إحداث التغيير مهما كانت التحديات. بالتوازي مع هذا الموقف البطولي تبرز حقائق دامغة تكشف عن حجم الدعم الذي تقدمه شركة مايكروسوفت لجيش الاحتلال وتورطها المباشر في الحرب على قطاع غزة. بحسب وثائق مسربة وتقارير موثقة، قامت مايكروسوفت بتزويد جيش الاحتلال الصهيوني بخدمة حوسبة كلاود وتخزين عبر منصاتها السحابية أزير. تقدر قيمة ذلك بأكثر من 10 ملايين دولار استخدمت في العمليات العسكرية للقوات الجوية والبرية والبحرية والاستخبارات، كما أن
الشركة وفرت لجيش الاحتلال خدمات ترجمة وأدوات لتحليل البيانات، مما ساهم في تسريع وتيرة الإبادة الجماعية. تشير الإحصائيات إلى قفزة هائلة في استهلاك الكيان الصهيوني لخدمات الذكاء الاصطناعي من مايكروسوفت عبر منصة أزير، حيث ارتفع الاستهلاك الشهري 7 أضعاف في بداية الحرب ليصل إلى 64 ضعفا بحلول مارس الماضي. ولم يتوقف الدعم عند هذا الحد، بل سهلت مايكروسوفت وصول جيش الاحتلال إلى خدمات شركة أوبن آي آي الرائدة ونموذجها اللغوي شات جي بي تي 4 لتحليل البيانات وتحديد الأهداف العسكرية، حيث ازداد اعتماد جيش الاحتلال على هذه النماذج بمقدار 20 ضعفا من مطلع 2024. تكشف الوثائق أيضا عن دفع الاستخبارات العسكرية للكيان الصهيوني ملايين الدولارات لمايكروسوفت مقابل دعم هندسي مكثف، حتى أصبح يشار إلى بعض موظفي مايكروسوفت على أنهم موظفون ضمن الوحدة 8200 الصهيونية. ورغم هذه الأدلة رفضت مايكروسوفت التعليق على التقارير التي تؤكد تعاونها العسكري المباشر مع الكيان الصهيوني، بينما قامت أوبن آي آي بحذف بند يحظر استخدام خدماتها في الذكاء الاصطناعي في الأنشطة العسكرية، مما يعزز الشكوك حول تواطئهما في دعم الكيان الصهيوني في حربه على قطاع غزة. تقول صفاء في التعليق الأول: تذكروا هذه المؤسسات جيدا، كل جهة مولت وسندت الاحتلال في حربه على غزة لنا معها ثأر، والله لن نسامح والله لن ننسى. أما مريم كتبت قالت كلمة حق بصوت عال دون الخوف، فخورنا بها الله يحفظها. تعليق أخير لمحمد الذي كتب على منصة انستغرام: هل عندك الشجاعة مثلها؟ سؤال يجب أن نطرحه على أنفسنا. تحية احترام لك أختي. دمتم في رعاية الله. إلى الفيديو اللاحق بحول الله.